المحكمة استعانت بيه كمان. هو الجميع، كل الأطراف، كل المحامين، كل الأطراف. ده كانت بداية، أعتقد بداية الكشف الحقيقي للي حاصل وحقيقة اللي حصل. الإخوان قرروا أن ينفذوا المخطط ونجحوا فيه، وقدروا طول الفترة التالية بعد 11 فبراير وحتى النهاية استطاعوا أن يلعبوا لعبة الخداع للجميع. خداع القوى السياسية، الشباب اللي أصبحوا 352 ائتلاف وحركة، المجلس العسكري في وقتها اللي وجد نفسه في إطار أو في وضع يدير فيه عملية سياسية كاملة وهو لا يمتلك الخبرة السياسية. المجلس العسكري خدع من الإخوان. أيوة. وكان في تبرير الحقيقة في وقتها أن المجلس العسكري بطبيعة تكوينه وناسه يقترب أكثر من طبيعة الإخوان اللي هم سنهم يقترب من السن، يستطيع هناك لغة تفاهم، ونفس التنظيم، يعني نفس فكرة التنظيم والقوة الوحيدة المنظمة الموجودة وكذا. وكان في خدع في الحقيقة المجلس المرحلة. كان هناك اعتقاد أن هناك إمكانية للاحتواء المتبادل، ولكن ده كان مسألة غير حقيقية وغير قابلة، لأن الطبيعة غير الطبيعة. بس ازاي كان في هذه القدرة على الاحتواء، وكان في تقارير بتشير وبتقول بأنه استعانوا بعناصر خارجية وتم تهريبهم من السجون وأن عندهم مخططات؟ شوف برضو مرة ثانية، عندما نحكم